على إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بسكب مادة حمضية في حوض شرب مخصص للحيوانات بمحيطه الفلاحي في إقليم ولاية المنيعة، يتحدث من خلاله أن هذه المياه موجهة للإبل التي تدخل مزرعته. استغلالا لمقطع الفيديو من طرف مصالحنا وتكثيف التحريات وتنشيط الاستعلامات، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمنيعة من تحديد الموقع الجغرافي للأماكن. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أسفرت العملية على توقيف شخصين يتعلق الأمر بصاحب الفيديو ومصوره، وحجز وسيلة التصوير مع القيام بجميع المعاينات وفتح تحقيق. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.